عندي سؤال محير قوي بالنسبه لي. في خدمتي بحس انه مش عارفه انا اديت، يعني انا كده بدي كفايه ولا لا، بسبب ان انا مثلا انا في الخدمه بتاعتي ممكن ابقى بس بدي اكزامبل، يعني انا برنم مثلا في خدمتي. فانا مش عارفه هل دي مواهبي يعني مقتصره على الترنيم بس، ولا ربنا مديني مواهب تانية وانا مش عارفاها اصلا، مش مكتشفاها. اوكي، فازاي اعرف ان دي بس مواهبي او ان مواهبي كده خلاص؟ ده سؤال مهم عشان الناس كتير مش عارفه هي اللي عندها. اعمل ايه؟ اخدم فين؟ اخدم في خدمه واحده ولا في خدمتين؟ اخدم في 10 ولا كفايه، ولا اركز في واحده عشان يبقى تركيزي كله فيها، واعرف ازاي ان الخدمه دي بتاعتي اصلا ولا لا؟ او حاسه ان انا ما عنديش مواهب اصلا فهعمل ايه؟ فانا ما عنديش. فادي عنده 20 وميروتي عندها 50 وانا ما عنديش ولا واحده. مش برنم مش برعى، يبقى انا ما عنديش مواهب. ما هو يا كل الناس في الترنيم يا كل الناس في ايه؟ عزف وعزف. عزف. الحاجات اللي هي أربعة كده. اوكي طيب تعالوا نتكلم في الحته دي عشان دي نقطه انا بحب اتكلم فيها كتير. اوكي، موضوع الخدمه ده عشان ده موضوع مهم. عايزين نفرق بين 3 حاجات. عايزين نفرق ما بين المواهب، وفي حاجه اسمها خدم، في حاجه اسمها اعمال، وهنفصصهم. اوكي، في مواهب ربنا بيديها او الروح القدس بيديها عشان خدمه الرأس بتاع الكنيسه اللي هو المسيح رأس الجسد، لعمل تام لخدمه الله الآب. ففي مواهب الروح القدس، بنشوف ال3 هنا، الروح القدس والابن والآب، ده اللي موجود في الآيات هنقراها. ففي مواهب بيعطيها الروح القدس لخدمه الابن يسوع المسيح عشان عمل معين يتم يمجد الله الآب او في ملكوت الآب. كويس. في فرق لازم نتفق عليه ما بين مواهب الروح القدس، مواهب الروح القدس، وثمر الروح القدس. ثمر الروح القدس ده محبه، فرح، سلام، تعفف، وداعه، لطف، ايمان. ده كويس، ده حافظينه واحنا صغيرين. ده ثمر الروح القدس، ملوش علاقه خالص بالمواهب. وانا ممتلئ بالروح القدس بيطلع مني الثمر ده، وكل ما الثمر ده يزيد اعمال الجسد بتقل. فده ثمر الروح القدس نتيجه ان انا بعيش قريب من الرب. أنا عندي مواهب الروح القدس وهنتكلم عليهم اللي هم 9. المواهب بتاعت الروح القدس مختلفة عن المواهب الطبيعية. التمثيل، المزيكا، دي مواهب طبيعية. دي مواهب طبيعية. أنا اتولدت بمواهب طبيعية موجودة في الجينز بتاعتي. فأنا بعزف، أنا بمثل، أنت سألتيني على الرقص. ماشي، يعني مش عايز ادخل في التفاصيل بتاعت الرقص ده بالذات هنا في مصر، بس بتكلم عن الرقص زي بتاع داود مثلا. اوكي، فممكن نتكلم فيه لو عندنا وقت. اوكي، ايه الرقص والرقص. بس انا شاطر في الدانسينج، المزيكا، التمثيل، الوعظ، عندي موهبه التعليم. دي مواهب طبيعيه انا شاطر يعني. مش مكتسبه، دي مواهب طبيعيه. يعني في ناس كتير بيتكلموا حلو قوي 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 قوي. المواهب دي مواهب طبيعيه انا بتطلع معايا، وهنشوف شويه منها. مواهب الروح القدس دي مواهب الروح بيديها، وعندنا 9 منهم الكتاب المقدس قال لنا عليهم. كويس. هنفرق ازاي اعرف ده وازاي اعرف ده عشان نجاوب على السؤال بتاعك. هو انا اعرف خدمتي منين؟ اعمل ايه؟ انا مش عارفه. فهنجيلها، بس خليني افرق في الاول. دي المواهب الطبيعيه اللي منها التمثيل والعزف والحاجات اللي احنا عارفينها والتعليم الوعظ وكده. وعندي مواهب تانية الروح القدس بيديها اللي هم 9. في 3 اصحاحات مهمين جدا بيتكلموا عن المواهب او الخدمات. في مواهب وخدمات. رومية 12، كورنثوس الاولى 12، وافسس 4. طيب نقرا في الاول رومية 12 وافسس 4 عشان دي المواهب اللي فيها خدمات عارفينها معظمنا. كويس. في رومية 12 من عدد 6 ل 8، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا، أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، الواعظ في الوعظ، في موهبة اسمها المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد. يعني عشان نصور اللي احنا بنصوره ده في جيش ورا الكاميرات دي عمال يصور وينظم وينسق ولايتنجز وصوت وجيش. كويس. فده محتاج تدبير. الراحم فبسرور. بنقرا مثلا في افسس 4 من عدد 11 و12، وهو اعطى البعض ان يكونوا رسلا، والبعض انبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. اسمع، لاجل تكميل القديسين لعمل الخدمه لبنيان جسد المسيح. فانا عندي المواهب دي او الخدمات دي اللي بيطلع منها الخدمات لبنيان الجسد، ليها منفعه. دي مش باخدها عشان نفسي، دي باخدها علشان انفع بيها الناس اللي حواليا. مواهب، خدمات. طيب نتكلم في مواهب الروح القدس باستفاضه في كورنثوس الاولى اللي بولس بيتكلم عليها في اصحاح 12 من عدد 4 ل 11. 9 مواهب الروح القدس بيديها. اوكي.
ودي مختلفة عن المواهب الطبيعية. فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل. مهمة جدا الآيات اللي جاية. ولكنه لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة، فليها بنفت للناس، مش باخدها عشان أنفع بيها نفسي. فإنه الواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، والآخر ترجمة ألسنة. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه، قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. ما بنعملش لجنة، مش بنشوف يا جماعة طب مين اللي ما خدش فنوزع عليه، طب مين يا جماعة فاضي دلوقتي الأسبوع ده ياخد خدمة، ياخد موهبة يساعدنا بيه. ما فيش حاجة اسمها كده. الروح القدس هو الذي يقسم بمفرده لوحده كما يشاء. كويس؟ يعني مثلا الحكمة دي مثلا دي زي كانت عند سليمان الحكيم مثلا، لما فاكرين لما جابوا له مثلا الستتين مش عارفين ابن مين، وقال يا جماعة هاتوا السيف فده حكمة، موقف معين عنده حكمة معينة عشان يميز مين أم الست دي مين. لما بشوف أبونا مكاري مواهب الشفاء اللي كان بيعملها، ده عنده مواهب شفاء، ده راجل ما بيهزرش. أبونا سمعان الخراز جبل المقطم، أنا ما كنتش موجود بس سمعت عنه وقريت عنه كتير، دي مواهب قوات. ده راجل الروح القدس اداله موهبة معينة يعني بسيطة خالص، ينقل الجبل بس اسمها مواهب قوات. فدي حاجة اسمها قوات، موهبة. راجل بسيط بس نقل المقطم مش كان عنده الموهبة. كلام العلم مثلا، كلام العلم ده انه حد بيقول لك على حاجة بتحصل معاك دلوقتي وهو ما يعرفش انها بتحصل معاك دلوقتي، بس هو عرف بالموهبة دي انه في حاجة معاك بتحصل الايام دي وجاء لك عليها. النبوة انه حد يقول لك على حاجة هتحصل، دي موهبة. عشان كده قال امتحنوا النبوات، لانه ممكن حد يجي يقول لك على حاجة وما تبقاش حقيقية خالص، فامتحن اللي اتقال. بس دي 9 مواهب الروح القدس هو اللي بيوزعها. نيجي للنقطة المهمة ما بين المواهب الطبيعية والمواهب بتاعة الروح القدس، احنا مش بنختار، ودي نقطة انا عندي مشكلة فيها كبيرة. احنا مش بننقي يا جماعة، احنا مين اللي فاضي مين يساعدنا؟ اوكي انا ممكن اساعد، بس انا لازم اتأكد انه دي الموهبة اللي عندي طبيعيا او من موهبة الروح القدس اللي اديها لي، فاستخدمها في الخدمة عشان يبقى في منفعة للجسد. بس مش بنشوف ايه الاحتياج اللي في دي ونقول يا جماعة ما دام حدش اخده فمن فضلكم حد ياخده. انا ممكن اساعد لو انا عندي القدرة ان اعمل كده واساعد، اوكي، بس انا مش هفضل طول الوقت بساعد. انا لازم اتأكد ان انا بعمل الحاجة اللي ربنا دعاني ليها واداني الموهبة، سواء مواهب طبيعية او مواهب من الروح القدس، عشان ابقى متأكد ان انا بعمل الحاجة اللي هو عايزها. طبعا انتوا عارفين احنا كنا بنتكلم قبل كده في بريك انه متى 25 ولقوا 19 دول ما بيتكلموش في مثل الوزنات عن المواهب. وضحنا احنا الفكره دي عشان حسيتكم يعني شويه كنت سربرايز. ما بيقنوش خالص بالمواهب. ممكن ناخد المبدا الروحي بتاعه ونتكلم عن المواهب، لكن مثل الوزنات 5 وزنات في متى 25 ولقوا 19 بيتكلم عن كارنسي، بيتكلم عن عمله، بيتكلم عن الفلوس. فلازم نكون امنا على الفلوس، بس ممكن نطبقها روحيا كمبدا، نكون امنا على المواهب اللي ربنا اداها لنا. كويس؟ كويس. اعرفهم منين؟ في 3 حاجات بقولهم دايما مهمين جدا في موضوع المواهب. 1 انه عندي باشن للحاجه، او يعني شغف للحاجه اللي انا بعملها. لو فادي بيرنم وصوته جميل، هو مش بيتأزم او يعني بالعافيه بنجيب فادي من فضلك تعالى عشان ترنم، هيروح لانه بيحب يرنم. تعالى شادي اوعظ، انا لو انا فاضي هروح هفضي كل اللي عندي حتى لو انا مش فاضي عشان اروح اوعظ، عشان دي حاجه انا عندي شغف ليها. تعالى العب كوره يوم الاربعاء بالليل، اروح العب كوره بالليل عشان انا بحب الكوره، ما حدش بيجبرني اروح العب كوره. فلازم يبقى عندي باشن وشغف للحاجه. ده علامه من العلامات انه الموهبه دي غالبا ممكن تبقى عندي. وبعدين بجرب، باخد الريسك، بسمع من الناس، باخد رايهم، بتاكد وبمشي السكه وبدربها. الموهبه محتاجه تدريب. صوت فادي النهارده مختلف عن صوته من 5 سنين فات، وهيبقى مختلف من بعد 5 سنين جايه. فانا بدرب الموهبه. فلازم يبقى الحاجه ليها شغف. وممكن يبقى عندي موهبه او 2 أو 5 هستخدمهم كلهم، وتبقى جريمه لو انا ما استخدمهمش. لو ما استخدمتهمش لازم استخدمهم كلهم. غير الباشن ده، احنا بنتكلم كل ده في المواهب الطبيعيه، صح؟ في المواهب الطبيعيه. أوكي. ومواهب الروح القدس. لو انا عندي موهبه انا عارف انه عندي من الروح القدس، لازم استخدمها.
وبيبقى عندي باشن ناحيتها، لانه بشعر جوايا انه الحاجه دي جوايا، فبستخدمها لمجد الله الاب، لخدمه اللي حواليا، جسد المسيح اللي حواليا، لبنيان الجسد زي ما بيقول. فسواء عندي مواهب طبيعيه او مواهب من روح القدس، انا بستخدم اللي عندي لخدمه الجسد، بس يبقى عندي باشن ناحيه الحاجه. فحتى الاطفال ولادي مثلا، احنا او اي اب او ام عندهم ولاد، بنعلمهم ليه مواهب كتير في الاول، او تو براكتس حاجات عشان يكتشفوا، يعرفوا ايه اللي عندهم. فانت لازم تحطه في حاجه يجرب يجرب يجرب، بيتاكد وبيجرب في كذا حاجه عشان يبان الحاجه. في حاجات تبقى واضحه جدا وفي حاجات تاخد وقت، صح؟ اوكي. فلازم يبقى عندي باشن. 2 opportunity، فرصه، حتى لو الفرصه ما جاتليش لوحدها. ودي نقطه مهمه جدا. انا حد في الكنيسه قال لي يا شادي تعالى اخدم معانا في المكان الفلاني. ثانك يو سو ماتش، اوكي اي ويل تراي. يمكن تبقى دي من ضمن الحاجات اللي انا عندي منها من مواهب، بس مش دايما ده هيحصل. مش دايما قائد الفريق او قائد الخدمه دي او في كنيسه معينه او في خدمه معينه هيجي يقول لي تعالى معانا اخدم معانا، تعالي يا ميلودي شوفي القصه دي. فلو حتى ما فيش opportunity او فرصه اتاحت لي، انا بخلق الفرصه. ودي محتاج ان اكون على صله رهيبه بالرب عشان اتاكد انا هعمل ايه، هخلق ايه فرصه. وممكن اعمل حاجه اجربها. انا ياما في الاول خالص عملت خدمات بجرب، فعملت حاجات مش ده خالص اللي المفروض مدعو ليه. ما قعدتش في البيت، جربت الحاجه الثانيه والحاجه الثالثه لغايه ما اتاكدت ان الحاجه اللي انا دي الرب عايزني هنا، انا شاطر في الحته دي، انا اتاكدت ان انا نافع في الحته دي، انا بنفع اخواتي في الحته دي. اوكي. شغف للحاجه اللي المفروض اعملها، فده بيقول لي انا موهبه. 2 انه عندي فرصه، او لو ما عنديش الفرصه بخلقها. 3 انه عندي امباكت، عندي تاثير. امباكت مش فروت، عندي تاثير، مش انه عندي سمر. انا ممكن اعمل حاجات كتير قوي وما اشوفش سمر خالص، بس ليها تاثير. وفي فرق كبير بين الاثنين، انه انا باثر في حد وشايف انه اللي انا بعمله ده انا مش شايف نتيجته دلوقتي. فانا مهم ان يبقى عندي امباكت مش سمر. ممكن اعمل حاجات ما بشوفش ثمرها دلوقتي، بس انا عارف انه انا بعمل تاثير في الحته دي. هيجي حد تاني بعد شويه، بعد يومين، بعد 50 سنه، بعد 200 سنه، هيستخدم ده وهيطلع منه ثمر في جيله هو. فانا مش شرط ان اشوف ثمر، لكن لازم اشوف ان انا باثر بالايجاب. ودي نقطه مهمه جدا، انا باثر بالايجاب. شغف، فرصه، تأثير. عندي تأثير إيجابي حتى لو مش شايف ثمر. فعايز أقول ما تحبطش لو أنت مش شايف ثمر، يا ريت تشوف ثمر. وفي بعض الأوقات أنا لما بوعظ في حاجات زي ما أنتوا كنت بتسألوني من كام سؤال، بيبقى في ناس كتير، وساعات بوعظ ولاقي الناس وقفت ورفعت حياتها وسمعت، رفعت إيديها جت للمسيح وبتشجع وكل حاجة، بس مش دايما بشوف ثمر. بس أنا عارف إنه ليه تأثير في الحتة دي. أوكي. فالثلاثة دول علامات تقول لي هو أنا مواهب اللي عندي، وبجرب وبرسكت وبمشي السكه دي مع ربنا، وبستخدم امكانياتي كلها عشان نصور ده. زي ما كنت بقول، كميه الامكانيات اللي موجوده ورا الكاميرا دي عشان يطلع اللي احنا بنعمله ده رهيبه. احنا مش هنعرف نعمل ده من غير حد في الصوت، وحد في الاضاءه، وحد في الاخراج، وحد في الانتاج، وحد في واضح اللي انا بقوله؟ اوكي. اختم بحته في الحته دي، ويمكن يبقى عندكم اسئله. دايما بقول الحته دي وانا بتشجع بيها وبشجع بيها ناس تانية. اوكي. ويمكن يبقى عندكم اسئله. في ناس بتضايق انا شخصيا جدا بصراحه لما اجي اسمع انه انا ما عنديش، انا مش هعرف، انا مش، انا يعني ما اعتقدش ربنا اداني مواهب، ما عنديش حاجه منهم خالص. افتكر معايا كده مثلا زي ما موسى كان بيقول، وده للاسف فهم خاطئ مش عارف جبناه منين. في خروج 4 وعدد 10، فاكرين ما موسى ربنا قعد يقول له روح طلع الشعب واداله كذا حجه؟ في عدد 10 من خروج 4، فقال موسى للرب استمع ايها السيد، انا لست صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. مسيحيين كتير جدا مصدقين القصة دي، إن موسى ما كانش بيعرف يتكلم، كان ثقيل الفم واللسان. أنا عايز أسألكم، موسى كان ثقيل الفم واللسان؟ موسى ما كانش بيعرف يتكلم فعلا؟ هو اللي حصل غير كده يعني. هو اللي حصل بعد كده ربنا استخدمه بطريقة عجيبة، وكان بيكلم، هو اللي قاد الشعب وكلم مع فرعون ورؤساء. بالظبط. ده عكس الكلام اللي موسى بيقوله أو شايفه عن نفسه يعني. أشكرك، عشان هي دي النقطة. لأنه في أعمال 7 في العهد الجديد عدد 22، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. لو الكتاب المقدس قال إن موسى كان مقتدر في الأقوال،
يبقى موسى كان مقتدر في الاقوال. فمش معنى ان موسى قال ان انا ثقيل الفم، او مش معنى عشان نطبق المبدا ده ان انا شايف في نفسي ان انا ما ينفعش، ان انا فعلا ما ينفعش. ده انت رايك في نفسك، انت حر، انت شايف نفسك ما تنفعش. لو ربنا قال ان انا مديك مواهب ومديك امكانيات انت تنفع، ما تقوليش ما تنفعش. قاسما لكل واحد. فربنا مأكد لنا ان هو مدينا المواهب من الروح القدس. كل واحد اكيد عنده موهبة من الروح القدس، واكيد عنده موهبة طبيعية. ممكن يبقى عندي، في ناس ما عندهاش لا قوات ولا مواهب شفاء ولا ألسنة ولا ترجمة. لكن لو حد عنده، الفكرة هنا انه ده ما جاش من عندك، او عشان في لجنة اديتك الموهبة دي، اما مجموعة اتجمعت وقال خدوا يا جماعة في الكنيسة ما عندناش الموهبة دي فحد ياخدها. ده بيجي من الروح القدس. الروح القدس هو اللي بيقسم للشخص اللي اخذ الموهبة دي، لكل واحد من الاشخاص دي الموهبة دي جاية من عنده، من الروح القدس. ممكن يبقى عندي واحدة منهم او 10، مش 10 هم 9، واحدة او اكتر. فلو حد عنده الموهبة دي، ده لانه الروح القدس اداله الموهبة دي من المواهب ال9، مش لانه هو اخدها او حد اداها له. اوكي. ممكن يبقى عندي 1 أو 2 أو 5 من المواهب ال9 دول، ممكن، بس ممكن ما يبقاش عندي. ده ايه بقى؟ ليه؟ عشان انا وقعت من التقسيمه ولا؟ خالص. ده لانه لا خالص، لانه الله مش شايف انه ماري اي موهبه من المواهب تتميز دي. بالحكمه. لا لا ان شاء الله يعني اتمنى تكوني عندك حكمه. وعلى فكره الحكمه دي مختلفه خالص، انه لما قال في العهد الجديد انه يا جماعه لو حد محتاج حكمه فلتعوزوا حكمه فيطلب. ده ملوش علاقه بالحكمه دي. لكن موهبه الحكمه دي موهبه خاصه جدا في مواقف معينه جدا، زي موضوع سليمان. هو شايف انه انا الموهبه دي اللي ممكن يديهاني من مواهب الروح القدس مش محتاجه استخدمها لخدمه الجسد، اداها الفادي. هو ايه الاهم، ان انا يبقى عندي موهبه من المواهب دي ولا انه الجسد يتخدم؟ ما انا باخد الموهبه عشان اخدم. لو ادي الموهبه لحد تاني هيخدم بيها الجسد، المهم انه العمل يتم، مش المهم ان انا يبقى عندي الموهبه عشان انا اتممها. انا مش السور، انا مش المهم العمل. نفس الفكره في المواهب الطبيعيه. انا عندي مواهب طبيعيه، انا مولود بمواهب طبيعيه، ما اعرفهاش، بجرب. لكن ما تقوليش ان انت انسان ما عندكش ولا واحده. ليه؟ عشان انت كده تبقى مالكش لازمه. واحنا عارفين ان الكتاب المقدس بيقول بالذات في العهد الجديد ان انت ليك لازمه، خلقك لهدف، لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي تسلك فيها. يعني لازم اكون ممتلئه بالروح القدس عشان يبقى عندي موهبه من الروح القدس؟ لا، الامتلاء بالروح القدس عشان يطلع ثمر الروح القدس. ملوش علاقه بان انا يكون عندي موهبه او لا. ثانيه واحده. الامتلاء بالروح القدس عشان يطلع ثمر الروح القدس. انا بمتلئ بالروح عشان يطلع محبه وفرح وسلام. كويس. بيعمل ايه الامتلاء؟ ودي اخر نقطه كنت عايز اقولها. الامتلاء بالروح القدس ده بيساعدني ان المواهب الطبيعيه اللي عندي تبقى لخدمه الملكوت. عمرو دياب بيغني صح؟ صوته رهيب حقيقي، صوته رهيب. عادل امام، كل الناس اللي بتغني دي او بتمثل او كده عندها مواهب طبيعيه رهيبه، سواء في الغنى او في التمثيل او، بس ده مش في ملكوت المسيح. لما بمتلئ بالروح القدس بيخلي الموهبه الطبيعيه دي بتستخدم بفاعليه اكثر في خدمه المسيح. لو انا شغلتها بدراعي وغنيت او رنمت بالمفهوم المسيحي بتاعنا من غير الامتلاء من الروح القدس، فانا بعملها بدراعي بقوه صوتي بامكانياتي، الناس يمكن تنبسط، بس التاثير روحيا لا، زيرو. حتى لو الناس باين عليها، في ناس رفعت ايديها، في ناس لا زيرو. لان انت بتعمل عمل روحي بامكانيات جسديه ما تنفعش. الموهبه الطبيعيه دي محتاجه ليها امتلاء من الروح القدس عشان ده عمل روحي. انت بتطلع ناس من ابليس، ده عمل روحي، انت محتاج تمتلئ من الروح. فانا وانا بخدم باي موهبه عندي باخضع تماما ذاتي، وكل المواهب اللي عندي سواء طبيعيه او فوق طبيعيه، مواهب روحيه من الروح القدس، لازق في المسيح، ممتلئ بالروح. فبروح اوعظ حتى لو الوعظه بسيطه جدا. بيلي جراهام كان دايما مشهور انه بيوعظ وعظات يعني بسيطه خالص، الاستاد ينزل. ده عمل روحي. وعلى فكره حته انه انا ما عنديش، لو تلاحظوا عشان ما عنديش وقت تراجعوا الحته دي، مثلا في وقت موسى في خروج 4 من عدد 2 ل4 لما ربنا قال له دخل ايدك في عبك فالعصايه تبقى كويس، كان دايما في الحته دي بتتسمى عصا موسى لغايه ما حطها عند رجلين الرب، اسمها عصا الرب او راد اوف جاد بالانجلش، مش عارف بالعربي اسمها ايه في الترجمه العربي. هتبقى دايما عصايتك لغايه ما تحطها عند قدمين المسيح فتبقى عصا ربنا. دايما هتبقى بامكانياتي لغايه ما احط امكانياتي ومواهبي تحت رجليه
فتبقى بامكانياته هو. واضح الحته دي؟ ما فيش يا جماعه حد مستثني من المواهب، ما فيش حاجه اسمها ماليش دور، ماليش خدمه، ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها ما عنديش هقعد على الدكه، ما فيش حاجه اسمها كده. انت مدعو انك تشتغل مع ربنا. شوف ايه اللي مديهولك، وبليز بليز بليز يا مؤمنين، يا الناس اللي بتسمع، ارجوكوا اتاكد ان الحاجه اللي انت بتعملها اللي ستقدم حسابا عنها دي موهبه ربنا حقيقي مديها لك، وعايزك تشتغل في الحته دي مع الناس دي في المكان ده عشان تعمل العمل ده. لانه يا اما انت ما بتعملش الشغلانه الاصليه اللي ربنا دعيك ليها، او واخد مكان حد تاني ده المفروض يبقى مكانه. فتاكد. حلو انك تساعد وتبارك هنا وتبارك هنا، بس ما يلغيش العمل الاصلي الاساسي اللي انت مدعو عشانه. واضحه؟ في اسئله في الحته دي؟ يعني يمكن مش عارفه قوي حته، قلت كذا مره مدعو، ازاي اعرف اصلا دعوتي؟ لو ازود على الحته دي كمان، ازاي اعرف، يعني كنت بتكلم كمان على الخدمه، ازاي اعرف ان المكان اللي انا فيه ده ما بقاش مكاني، ما بقاش مكانك، او ان انا مش خدمتي، او امتى انسحب من مكاني. امتى انسحب من مكان، مش دي دعوتي يعني. يعني قصه حلوه قوي. اوكي، اجاوبها بشكل غير مباشر. بولس، فاكرين في الرحله الاولانيه مرقس كان معاهم، يوحنا مرقس مشي من النص، فجاء في المره الثانيه بولس قال لا ده مش معانا، ما يجيش. اللي مشي في النص وما كملش لا يعتمد عليه بمعنى اصح، فما يجيش معانا في الرحله الثانيه. كويس؟ مش دي الفكره. مين مرقس ده؟ قريب مين؟ برنابا اللي هو الشريك اللاصق لبولس. برنابا عمل ايه؟ بسبب ان بولس قال مرقس ده ما يجيش معانا، برنابا مشي قال لبولس معلش، وراح مع قريبه وساب بولس الشريك بتاعه في الخدمه. وبعد كده بنشوف ان بولس كمل مع سيلا، وبرنابا راح شويه مع مرقس. كويس؟ طيب فكر معايا كده، احساس بولس ده يبقى شكله ازاي؟ البارتنر بتاعه مشي منه علشان حد قريبه هو قال ده ما يجيش معانا، فيعمل ايه بولس؟ لو انا مكانه هحبط. البارتنر بتاعي مشي عشان قرار انا اخدته، وانت معايا مفروض شريكي، سبتني علشان قرار انا اخدته عشان قريبك. مع انه بعد شويه بولس يقول يا جماعه مرقس ده نافع ليه؟ هاتوه معاكم. اوكي؟ مرقس ده اللي مشي ما كملش في الرحله الاولانيه، ده اللي كاتب انجيل مرقس، ده اول انجيل عندنا في العهد الجديد. فاللي انا بقوله من ناحيتين، لو انا شخص زي بولس احبطت من شخص بالمفهوم انجاز التعبير خدعني، كنت امل عليه شويه امال وطلع انه مش قد المسؤوليه وسابني ومشي. وبولس حتى في بعض الاوقات يقول يا جماعه الكل تركوني، الجميع تركوني، ما حدش وقف معايا خالص. بولس كاتب تلت العهد الجديد، ما حدش كان معاه. ما تحبطش، يمكن ربنا ليه غرض، ارجع كمل في الخدمه. ولو انا زي مرقس اتقال لي الكلمتين دول واخدت في جنبي وما كملتش، اوعى توقف، لانه عندنا مثال بيقول انه كتب انجيل مرقس. فمن ناحيتين انت ما عندكش حجه، حتى لو الناس حسستك او قالت لك بليز اقعد في البيت، انت ما تنفعش، احنا مش عايزينك، احنا عندنا ناس تانية منك كتير. يا جماعه بليز شيلوا الفكره دي. ما فيش حد في الكون ينفع يوقفك عن خدمه المسيح، لانه الامر جاي من المسيح، من راس الجسد نفسه. واضح؟ يس. شكرا قوي يا شادي بجد. شكرا جدا. يبقى